متخيل ان الاجازه تخلص وتكتشف انك قضيتها كلها بتجهز علشان تبدا شويه فيديوهات، شويه حماس، وشويه تولز جديده، وشويه احساس انك بتتحرك، لكن فعليا ولا طريق واضح اتبنى. ودي المشكله اللي ناس كتير جدا بتقع فيها كل سنه، انك تدخل الاجازه وانت فاكر ان المشكله انك محتاج تتعلم اكتر، مع ان المشكله الحقيقيه انك تايه بين المجالات، تايه بين الفيديوهات، تايه بين الناس اللي كل واحد بيقول لك طريق مختلف، وفجاه بتلاقي نفسك طول الاجازه بتفكر هتبدا ايه بدل ما بتبدا فعلا. انا جاي اخليك تخرج من الفيديو دوت وانت عندك اتجاه واضح وخطه تمشي عليها، وحاسس ان الاجازه دي فعلا ممكن تغيرك تماما. انا فاكر فتره من الفترات كنت دخلت الاجازه ومتحمس جدا، حاطط لنفسي كذا حاجه عايز اتعلمها وكذا خطه، وبدات فعلا فيديو من هنا، كورس هناك، تول جديده كل يوم، وكان عندي احساس اني بتقدم. بس بعد شويه بدات اسيب ده واروح لده، لحد ما فجاه الاجازه خلصت وانا لا بقيت شاطر في الحاجه اللي عايز اتعلمها ولا حتى فاهم انا كنت ماشي فين. وهنا فهمت حاجه مهمه، انت مش محتاج انك تتعلم اكتر، انت محتاج انك تعرف تمشي ازاي. لان المشكله مش في المعلومات، المشكله مفيش طريق واضح تمشي عليه خطوه خطوه. دلوقتي احنا اصلا في فتره عملي وامتحانات، والكل بالعافيه مركز في اللي وراه، فانا فعليا مش جاي اقول لك سيب كل حاجه وابدا اتعلم 10 ساعات في اليوم، بس في نفس الوقت لو دخلت الاجازه دي من غير اتجاه واضح هتدخل نفس الدوامه. ومن هنا جت الفكره، بدل ما كل واحد يدخل الاجازه تايه لوحده، تعالى نمشي الرحله دي مع بعض. مش هيكون كورس عادي ومش شويه فيديوهات متصوره، دي رحله فعليه لمده شهر، هدفها الاساسي اننا نكسر دايره التوهان، لان اغلب الناس فاكره ان مشكلتها انها مش لاقيه المجال الصح، بس الحقيقه احنا اصلا مش عارفين نمشي ازاي. كل شويه بنبدا من جديد، كل شويه رود ماب جديده، كل شويه تول جديده، وكل شويه حد يقول لك خد ده المستقبل، وفي الاخر زحمه معلومات من غير اتجاه. علشان كده البرنامج ده هدفه مش انك تبقى تنين في شهر، ولا تحفظ 100 اداه اي اي، ولا تطلع مبرمج خارق. هدفنا ابسط واهم من كده بكتير، اننا نبني ليك سيستم واضح تمشي عليه. وبدل ما بتسمع كلمات زي اي اي وسيستم واوتوميشن وتحس ان العالم بيجري منك، تعالى نبدا نفهم الدنيا دي ماشيه ازاي اصلا. يعني ايه فرونت اند، يعني ايه ابلكيشن، يعني ايه اي، يعني ايه تسويق، يعني ايه جرافيك ديزاين، يعني ايه فيديو اديتنج، وكتير كتير من الحاجات اللي هنبدا نفهمها مع بعض. وده لان اكبر مشكله دلوقتي ان ناس كتير داخله تتعلم حاجات وهي اصلا مش فاهمه الصوره الكبيره. خليني اسالك سؤال كده بصراحه، اخر اجازه عدت عليك كنت داخلها ناوي تبدا في كام حاجه، وكملت فيهم كام حاجه فعلا؟ غالبا ولا حاجه. مش عشان انت مش قدها، بس علشان ما كانش عندك طريق واضح تمشي عليه من الاول. وعلشان كده مش هنعمل اللي الناس متعوده عليه، مش هقول لك اتفضل المستقبل، ومش هنديك شويه كلام نظري ونمشي. احنا كل اسبوع هيكون في سيشن تفاعليه هنشتغل سوا، هيكون في تطبيق وفي تاسكات واضحه وفي خطوات فعليه هنمشي عليها طول الاسبوع. كل واحد هيطلع فعلا بحاجه تخصه، ممكن يبقى سيستم مذاكره، سيستم تنظيم يومك، سيستم اي اي اسيستنت، او حتى بقيت واضح وفاهم لاول مره. وصدقني انك تبقى عارف انت بتعمل ايه احسن بكتير من انك تجري طول اليوم وانت تايه. فانت بعد الاجازه دي يا اما تبقى واضح وعارف انت عايز ايه، يا اما تعيد نفس السنه دي تاني. فلو حاسس ان الاجازه دي لازم تبقى مختلفه، ولو تعبت من ان كل سنه تدخلها من غير اتجاه، ابدا معانا الرحله دي. مش مطلوب منك تبقى جاهز 100% ولا تبقى محدد مستقبلك كله، بس هو مطلوب منك قرار واحد، انك تدخل الاجازه دي مش بشكل عشوائي. احنا ان شاء الله من يوم 21/6 هنبدا شهر كامل هتكون عارف ايه اللي المفروض تنفذه كل يوم مع نفسك، ومش مجرد هنقول لك المفروض تعمل ايه، لا، هيكون في سيشن تفاعليه كل اسبوع، وكمان هنشتغل على تطبيقات حقيقيه فعليا، هيكون عندك خطه واضحه تمشي عليها. ولو انت داخل معانا اكتب في الكومنتات انا داخل الرحله، وقول لنا كمان ايه اكتر حاجه حاسس انها مضيعه لك الاجازه كل سنه. احنا هنا بنساعد الطلاب ازاي يستغلوا الجامعه باكبر شكل ممكن. فلو المحتوى عجبك ما تنساش تتابعنا، وطبعا يعني لايك وشير وروق على الدنيا. وكالعاده يا صديقي ما تنساش تصلي على النبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.